أهلا وسهلا فيكم بقناة من جديد. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير من وين ما كنتوا بتشوفوا فيديو اليوم. وصفتنا لليوم وصفة كتير طيبة وشهية وبتنفع كمان للعزايم وبنفس الوقت كتير سهلة. اليوم حنعمل دجاج محشي بالفريكة الخضراء. خليكم معي خطوة بخطوة لحتى نبلش. قبل لا نبلش بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد من قناتي. خلينا نبلش الوصفة خطوة بخطوة وخليكم معي. بالبداية وأول خطوة رح نعملها هي تجهيز الفريكة. أنا هون استخدمت فريكة فلسطينية، فريكة خضراء من فلسطين. رح استخدمت تقريبا 2.5 كوب. طبعا بالنسبة للكمية بيرجع لكم على حسب انتو كم شخص أو شو الكمية اللي حابين تعملوها. هون بلشت أنظف فيها. طبعا الفريكة أنواع، في منها بتحتاج تنظيف كتير وفي منها ما بتحتاج، بس بالأفضل دائما إنه نعمل هيك، يعني نشيك عليها شوي. يعني ممكن أشياء ناشفة، ممكن تلاقوا حجرات صغار، يعني كل هاي الشوائب إنه نتخلص منها بيكون أفضل لحتى نحصل على نتيجة كتير كويسة. بعد هيك حنغسلها تقريبا يعني من 5 ل10 مرات على حسب انتو كيف نظافة الفريكة حتشوفوها. ممكن تغسلوها 20 مرة وتحسوا انها لسه بتضل ميتها غامقة، لحتى توصلوا لهذه النتيجة تكون ميتها هيك فاتحة، هيك بتكون نطفت. طبعا نقعتها شوي وهيك كانت. بعد النقع راح أبلش أشيل فيها بالشوي، ما راح أصفيها، راح أشيلها بإيدي وأحطها بالصفاية، وبعد هيك راح أرجع أغسلها. طبعا الأشياء اللي بضل عندكم بالكاع يعني يستحسن ما تستخدموها، لأنه غالبا بترسب فيها شوي من الشوائب. هون عندي البهارات. بالنسبة للبهارات راح نستخدم بهارات دجاج، 7 بهارات، فلفل أسود، بابريكا، هيل مطحون، بصل بودرة، وكركم وقرفة. طبعا انا هون البهارات قسمتها على نصفين زي ما انتم شايفين. خليت تقريبا 3 اجزاء زي ما انتم شايفين، 3 اقسام، 3 اقسام متساوية. راح استخدم كل قسم منهم لمرحلة معينة. طبعا هسه هيك راح اخذ اول قسم منهم، راح اضيف له شوي من الزيت، راح اضيف شوي من الكاتشب، هقلبهم سوا، وبهيك بتكون اول خلطة عندي جاهزة. طبعا هاي الخلطة راح اضيفها للدجاج، راح اتبل فيها الدجاج قبل ما ابلش احشي فيه. عندي هون 3 دجاجات تقريبا، وزن الدجاجة منهم 600 جرام. حجمهم صغير، استخدمت 3. طبعا فيكم تستخدموا الكمية اللي بتحبوها. نظفتهم وغسلتهم كتير بالليمون والطحين، وبعدين غسلتهم بالمي، وهون تبلتهم بالصلصة اللي عملناها او الخلطة اللي جهزناها. راح اوزع عليها الخلطة بشكل يعني اغطي كل الاطراف من الدجاج، وبهيك بنحطهم بكونوا جاهزين، نحطهم على جنب. بعد هيك بننتقل للخطوة اللي بعدها. شوية زيت نباتي على النار، حطيت بصلة مبشورة او فيكم تفرموها ناعم، بصلة صغيرة استخدمت. راح اذبلها شوي، وبعد هيك راح اضيف عليها كمان الجزء الثاني من التوابل اللي عملناها ل3 اجزاء. هالطريقة بتسهل عليكم انه تكون التوابل عندكم جاهزة، بدل ما ترجعوا كل شوي تحطوا نفس التوابل. راح اقلبهم مع البصل. طبعا هاي الخطوة بتخلي البهارات زي كأنها ترجع تحيا من جديد، بما انها هي ناشفة بس تحطوها بالزيت ترجع عنا وبتعطينا نكهة، بترجع كأنها فريش وبتعطينا نكهة كثير طيبة. بعد هيك حطيت الكبدة قطعتها قطع متوسطة لصغيرة، راح اقلبها مع البصل والتوابل. طبعا فيكم تستغنوا عن الكبدة، هي اختيارية بس نكهتها كتير طيبة، خصوصي بس تتبل مع البهارات. بعد هيك ضفت الفريكة، راح نقلبهم سوا. طبعا راح اضيف لها مي واخليها تستوي جزء منيح من السوا، حتى لو انه راح نضيفها للدجاج ونرجع نحطه بالفرن، بس خليها تستوي بكون افضل، تعطيكم نتيجة افضل. غطيت عليها ولحتى تشربت المي واخذت سوا بهالشكل زي ما انتم شايفين. صارت عندي جاهزة لحتى احشي الدجاج. وبهيك بنيجي للخطوة اللي بعدها، اللي هي نحشي الدجاجات بالفريكة. حشيت هون ال3 دجاجات تقريبا، حشيتهم بالكامل، وزعت كمية الفريكة عليهم، ما شاء الله اجت على تمام.
وهون حطيتهم بالأكياس، حطيت تنتين سوا وواحدة بكيس لأنه حجمهم صغير فإجوا تنتين. إذا أنتوا عملتوا حجمهم كبير أو الأكياس عندكم صغار فيكم تحطوا كل دجاجة بكيس واحد. وحطيتهم بصينية، فيكم تحطوا شوية مي بقاع الصينية أو بدون. هيك صاروا جاهزين عندي لحتى أدخلهم على الفرن. دخلتهم على الفرن، شغلت الفرن من تحت على درجة حرارة 200 أول نص ساعة، بعدين على درجة حرارة 180 تاني نص ساعة. تقريبا أخذوا معي ساعة، طبعا على حسب درجة حرارة الفرن عندكم. وبعد هيك فتحت عليهم الكيس وحطيت شوي من التتبيلة اللي ضلت عندي اللي تبلتها فيهم. رجعت يعني دهنتهم لحتى تعطينا نتيجة أفضل بالتحمير. بعد هيك رجعتهم على الفرن وشغلت الفرن بس من فوق، حمرتهم. باخدوا تقريبا معكم من 7 ل10 دقائق وبكونوا جاهزين. وهيك بنكون خلصنا كل خطوات الدجاج عنا وجاهزة. بعد هيك فينا ننتقل للمرحلة اللي بعدها. حنجهز الفريكة اللي حنحطها تحت الدجاج. بالبداية هون نفس الشيء عندي، حطيت بصلة مبشورة ناعمة بشوية زيت، دبلتهم شوي. وبعد هيك راح أرجع أضيف عليهم القسم الثالث والأخير من البهارات. راح أقلبهم سوا، نفس الشيء راح تعطينا نتيجة كثير منيحة بس نحمص البهارات بالزيت. بعد هيك راح أضيف عليهم الفريكة. طبعا هون الفريكة عندي زي ما شفتوا غسلناها كثير منيح. راح أقلبها مع البهارات والزيت، وراح أضيف لها هون إضافة بسيطة بس حتفرق معكم هي شوي من الكركم، وحطيت كمان زودت لها شوي من الملح. بالنسبة للكركم معروف الكركم إنه دايما بيعطينا اللون الأصفر، بس في هاي الوصفة هو بيبرز لنا اللون الأخضر، لون الفريكة الأخضر الحلو. الكركم هون بيبرز لنا إياه بشكل كثير حلو، فرشة صغيرة بسيطة بتعطيكم نتيجة كثير كويسة. بعد ما ضفت له المي خليته ليغلي، وبعد ما غلى عندي وطيت عليه زي ما انتم شايفين لهاي المرحلة. راح أغطي عليه لحتى تتنشف نهائيا نوصل لهاي المرحلة. طبعا فيكم تغطوا عليه لحتى يتنشف على الأخير، بس أنا الوقت ما سعفني هون فكنت مضطرة إني أقدمهم هم لساكي شوية فيهم شوية من المي، فكان المفروض إنه يتنشفوا على الآخر. بس ما شاء الله كانوا كتير كتير طيبين. فردتهم بصحن التقديم، وبعد هيك ضفت عليهم الدجاج اللي حمرناه، حطيتهم بهالشكل. وبعد هيك فيكم تزينوهم بالطريقة اللي بتحبوها. أنا بالنسبة لإلي زدت رشة من البقدونس وحطيت شوي من اللوز. فيكم تضيفوا أي شيء أنتوا بتحبوه من المقبلات أو تزينوهم بأي طريقة بتفضلوها. ما شاء الله طبق كثير كثير شهي وطيب ودسم ومرتب، وبيعطيكم يعني سفرة مرتبة كمان للعزايم شكلا ومضمونا وطعما وكل إشي. وهون هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكون وصفة اليوم نالت على إعجابكم، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. واللي مش مشترك بالقناة بتمنى من يشترك بالقناة وتفعلوا الجرس الإشعارات لحتى يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم وين ما كنتم، إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد.